في منزل هادئ وجد رجل ميتاً، الباب مغلق من الداخل ولا آثار الاقتحام ولا أي دليل على دخول قاتل. لكن أمامه كانت ورقة صغيرة مكتوب عليها: لقد عدت. فمن الذي عاد؟ وما السر الذي ظل مدفوناً لسنوات؟ قبل أن نبدأ القصة ونكشف الحقيقة كاملة، لا تنسى دعم القناة بلايك واشتراك. استيقظ السكان ذات صباح على خبر صادم لم يتوقعه أحد. وجد رجل يدعى سامي مقتولاً داخل منزله في ظروف غامضة أربكت الجميع منذ اللحظة الأولى. لم يكن سامي رجلاً معروفاً بالمشاكل، بل كان هادئاً يعيش وحده ويقضي أغلب وقته بين عمله ومنزله. لكن ما جعل الجريمة أكثر غرابة أن الباب كان مغلقاً من الداخل بإحكام، والنوافذ جميعها كانت سليمة دون أي آثار كسر أو محاولة دخول بالقوة، وكأن القاتل دخل واختفى دون أن يترك خلفه أي أثر. عندما وصلت الشرطة كان المشهد هادئاً بشكل مخيف. المنزل مرتب، الأثاث في مكانه، والساعة المعلقة على الحائط متوقفة عند منتصف الليل تماماً، وكأن الزمن توقف لحظة وقوع الجريمة. فوق الطاولة وجد كوب شاي ما زال دافئاً قليلاً، مما يشير إلى أن الضحية لم يكن نائماً، بل كان مستيقظاً قبل الحادث بدقائق. لكن أكثر ما لفت انتباه المحققين لم يكن الجثة، بل تلك الورقة الصغيرة الموضوعة بعناية على الطاولة، ورقة بيضاء كتب عليها بخط واضح: لقد عدت. لم تكن هناك أي فوضى ولا أي علامة تدل على شجار، وكأن الضحية كان ينتظر شخصاً يعرفه جيداً، شخصاً دخل المنزل دون خوف ودون مقاومة. الجيران أكدوا أنهم لم يسمعوا أي صراخ تلك الليلة، باستثناء صوت خافت يشبه خطوات بطيئة داخل المنزل عند الساعة التي توقفت فيها الساعة تماماً. ومنذ تلك اللحظة أدرك المحققون أن هذه الجريمة ليست جريمة عادية، بل لغز معقد بدأ قبل منتصف الليل بدقائق وانتهى بسؤال واحد فقط: من الذي عاد؟ بدأت الشرطة تحقيقها بدقة شديدة، فتم تفتيش المنزل زاوية زاوية، لكن كل النتائج كانت تشير إلى أمر واحد غريب: لا وجود لأي آثار اقتحام. تم فحص كاميرات المراقبة في الشارع المحيط بالمنزل، وساعات التسجيل مرت دون ظهور أي شخص يدخل أو يخرج من البيت طوال الليل، وكأن المنزل كان مغلقاً على الضحية وحده أو على شخص لم ترصده الكاميرات أبداً. عند تحليل بصمات الأصابع كانت المفاجأة مربكة للغاية، إذ لم تكتشف أي بصمات غريبة داخل المنزل، بل كانت جميع البصمات تعود لسامي نفسه فقط. حتى كوب الشاي الذي كان على الطاولة لم يحمل سوى بصماته وحده، مما يعني أنه كان جالساً مع شخص لم يلمس شيئاً، أو ربما شخص لم يكن يرى. وأثناء تفتيش هاتفه عثر المحققون على تسجيل صوتي قصير تم تسجيله قبل دقائق من وفاته. كان صوته منخفضاً ومرتعشاً، وكأنه يتحدث مع شخص أمامه، وقال فيه ببطء: أعلم أنك ستعود، لكن ليس بهذه السرعة. ثم صمت لثوان ليسمع بعدها صوت خافت يشبه حركة كرسي قبل أن ينتهي التسجيل فجأة. ذلك التسجيل فتح باباً جديداً في التحقيق، وجعل المحققين يتساءلون بجدية: هل كان الضحية ينتظر قاتله بالفعل؟ مع تعمق التحقيق في حياة سامي، بدأت تفاصيل قديمة تظهر شيئاً فشيئاً، تفاصيل لم يكن أحد يعرفها من قبل. قبل 7 سنوات كان لسامي شريك عمل مقرب يدعى كريم، وكانا يديران مشروعاً ناجحاً معاً، إلى أن حدث خلاف غامض بينهما بشكل مفاجئ. بعد ذلك الخلاف بأيام قليلة اختفى كريم دون أي أثر، وأغلقت قضيته على أنه مفقود بعد فشل كل محاولات العثور عليه. الغريب أن آخر شخص شوهد معه كريم كان سامي نفسه،
وعند إعادة تفتيش المنزل بدقة أكبر، اكتشف المحققون صندوقاً قديماً مخبأً خلف خزانة خشبية، وكأنه أخفي بعناية منذ سنوات. داخل الصندوق وجدت رسائل قديمة، كلها تحمل نفس التوقيع: كريم. كانت الرسائل مليئة بعبارات غامضة، لكن آخر رسالة كانت الأكثر إثارة للقلق، حيث كتب فيها: الهروب لا يمحو الحقيقة، وسيأتي يوم أعود فيه لأخذ حقي. منذ تلك اللحظة تغير مسار القضية بالكامل، وأصبحت الجريمة مرتبطة بسر قديم لم يكشف منذ 7 سنوات. عندما تم تحليل خط اليد في الورقة التي كتب عليها لقد عدت، كانت النتيجة صادمة للجميع. التحليل أثبت أن الخط يطابق تماماً خط يد سامي نفسه، أي أن الضحية هو من كتب الرسالة بيده قبل لحظات من وفاته. لكن السؤال الأخطر كان: لماذا كتب لقد عدت؟ ومن الذي كان يتحدث عنه في تسجيله الصوتي؟ تم استرجاع تسجيل صوتي أطول من هاتفه، وكان آخر ما قاله بصوت خافت: ظننت أن ما حدث في الماضي قد انتهى، لكن الماضي لا يختفي، بل ينتظر اللحظة المناسبة للعودة. ثم سمع صوت خطوات بطيئة داخل الغرفة، وصوت تحريك الكرسي مرة أخرى، قبل أن يسود صمت تام وينتهي التسجيل. المفاجأة الكبرى التي أغلقت القضية نهائياً كانت في السجلات الرسمية، حيث تأكدت الشرطة أن كريم تم إعلان وفاته رسمياً منذ 7 سنوات. ورغم ذلك لم تسجل الكاميرات أي دخول للمنزل، ولم تعثر على أي دليل مادي لوجود قاتل. وهكذا أغلقت القضية ضد فاعل مجهول. لكن المحقق المسؤول كتب في ملاحظاته الأخيرة: ليست كل الجرائم تحل بالأدلة، فبعضها يبدأ في الماضي ويعود عندما يظن الجميع أنه انتهى. ومنذ ذلك اليوم بقي المنزل خالياً، لكن السكان يؤكدون أن الضوء يرى أحياناً ليلاً من الداخل، وكأن أحدهم ما زال هناك ينتظر عودة شخص لم يغادر القصة أبداً. بعد إغلاق القضية رسمياً، ظن الجميع أن القصة انتهت، وأن لغز تلك الليلة سيبقى مجرد ملف غامض في الأرشيف. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً، فالمحقق الذي تولى القضية لم يستطع تجاهل تفصيل صغير لم ينتبه له أحد من قبل. في التسجيل الصوتي الأخير، وبعد لحظة الصمت الطويلة، ظهر صوت خافت جداً لم يسمع بوضوح في البداية، وكأنه همس بعيد يقول: هذه ليست النهاية. هذا الاكتشاف أعاد الشكوك من جديد، خصوصاً بعد مراجعة الكاميرات مرة أخرى، حيث ظهرت لقطة قصيرة جداً عند منتصف الليل لظل يقف أمام منزل سامي لثوان، ثم يختفي فجأة دون أن يتحرك نحو الباب. الأغرب من ذلك أن الضوء داخل المنزل اشتعل لثوان بعد وقت الوفاة المسجل، رغم تأكيد التقارير أن سامي كان وحيداً تماماً في الداخل. ومع تعمق البحث في الملفات القديمة، تم العثور على وثيقة لم تفحص سابقاً تشير إلى اسم ثالث كان مرتبطاً بسامي وكريم في الماضي، شخص لم يتم التحقيق معه أبداً، واختفى اسمه من كل السجلات بشكل غامض. هل كان هناك شخص آخر يعرف الحقيقة؟ وهل ما حدث تلك الليلة كان مجرد بداية وليس النهاية؟ بعض التفاصيل التي تم اكتشافها لاحقاً قد تغير فهم القضية بالكامل، وتكشف ما حدث فعلاً قبل 7 سنوات، وما العلاقة الحقيقية بين الماضي وتلك الليلة الغامضة. لكن ما سيتم كشفه في الجزء القادم أخطر بكثير مما ظهر حتى الآن، لأن الحقيقة الكاملة لم تروى بعد، والسر الذي دفن لسنوات بدأ يعود إلى السطح من جديد. إذا وصلت إلى هنا فأنت الآن تعرف نصف القصة فقط، والجزء الثاني سيكشف التفاصيل التي لم تذكر في التحقيق والأحداث التي سبقت الجريمة بسنوات.
يمكنك دعم القناة بلطف عبر الإعجاب والاشتراك ليصلك الجزء الثاني فور نزوله، حيث سنكشف الخيط المفقود الذي قد يغير كل ما تعتقد أنك عرفته عن هذه القصة.